السلام عليكم. جيتكم اليوم بابن حاجه تقدروا ديروها بدون فرن. هاد الكيكه ولا هاد التحليه البارده بذوق الكراميل والماء سهله مهله وبنتها كالعاده الهبال تاع الدنيا. الحاجه الاولى اللي نديروها نخدموا الكراميل تاعنا هنا في كاسرونه تكون ثقيله على نار تكون قليله. درت كاس تاع السكر نخليه حتى وين يولي لي كراميل. بعدها ندير له مغرف كبيره تاع الزبده ولا المارغرين نحركهم مليح حتى وين يتمزجوا لنا بهذه الطريقه. ما تنساوش قرصه تاع الملح. ومن جهه واحده اخرى نجيب كاس تاع الحليب بنفس الكاس اللي درنا به السكر وندوب فيه مغرف كبيره تاع المايزينا ونضيفوا لذاك الخليط تاع الكراميل نحركوه مليح غير يرفد لي الغليه نطفي عليه. بعدها نرحوه بهذه الطريقه ونخلوه حتى وني يبرد مليح وندوروا دوكا الكريمه تاعنا في غيسيبيون. درت كاس ونص تاع بودره الشونتيي مع كاس حليب يكون بارد وزوج بايط تاع فروماج ريجيم. ومن جهه واحده اخرى جبت باطه تاع دانات ماكسي بذوق الكراميل اللي راح تعطينا الذوق تاع الكراميل وتعطينا القوام الكريمي. ضفتها للخليط تاعي ونطلعهم مليح بالباطو حتى نحصلوا على كريمه تكون طالعه مليح وشابه ونحطوها في فريجيدر. ما يبد نروحوا نخدموا بواش راح نشربوا لي بسكويت تاعنا. هنايا في غيسيبيون صغير درت باطه دانات ماكسي بذوق الكراميل ونخففها بالحليب حتى نحصلوا على قوام يكون خفيف باش نشربوا لي بسكويت تاعنا. ودوكا نروح نجيب المول تاعي باش نبدا ندير فيه المونتاج. ندير طبقه واحده تاع البسكوي لازم نشمخوهم مليح بهذه الطريقه حتى وين نكملوا كامل القاعده من تحت. وكنت درت الكريمه تاعي في لابوش نديروا طبقه تكون مليحه تاع الكريمه وبعدها نليسيوها بسباتول باش تجينا طبقه تكون شابه وليس من الفوق وندخلوها الفريجيدر. ما بد نروحوا نقطعوا البنان تاعنا. قطعوا البنان السمك اللي حبيتوه نتوما. بعدها نجو نديروا طبقه تاع البنان فوق هذيك الكريمه ونجيب الكراميل تاعي اللي كان برد نحط ندير منه طبقه تكون مليحه ونمشيه مليح. وتقدروا ما ديروا في ديمول صغار تقدموهم باردين وبصحتكم.